ويشاء ربك عزيزي المشجع والمشاهد ان الجماهير اللي عملت ملحمه، قدمت ملحمه في استاد القاهره دي، ما ترجعش زعلانه. الاهلي بيفوز على سموحه 2-1 براس طاهر محمد طاهر بعد 4 ماتشات من التعثر في الدوري الممتاز. الاهلي وفوز مهم جدا جدا جدا، حتى وان كان الاهلي ما يستحقش الفوز ده، حتى وان كان في على الخط مدرب جرب كل حاجه في اي حاجه، اللي هو انا بتنجان على بسله على طحينه يطلع لك كرنب يعني. وده يوريك قد ايه الراجل ده غرقان، وده يوريك قد ايه الراجل ده متخبط، والى الان ما قدرش ان هو يقف على 11 اساسيين يقدر يلعب بيهم، 11 ثابتين يكونوا هم هويه للنادي الاهلي، يكونوا هم شكل للنادي الاهلي. الاهلي مفتقد شكله يا جماعه. اللعيبه دي لو جيت صنفت او لو جيت اتكلمت على اللعيبه دي في بدايه السيزون، اول ما جت النادي الاهلي، هتقول شعر، هتاخد كل واحد كده وتقعد تذكر فيه اشعار. ولكن مع هذا المدرب، مع هذا الياس تورب، اصبحت اللعيبه دي اشباه لاعبين، اصبحوا اشباح في الملعب. وارجع واقول هات لي لعيب بيلعب في مكانه، او هات لي لعيب انت كمشجع عارف مكانه في الملعب هيلعب فين. يعني انا النهارده لما الاقي عندي زيزو بيلعب يمين شويه، بيلعب في النص شويه، بيلعب شمال شويه، بن شرقي شويه على الدكه، شويه بيلعب يمين، شويه ينزل يلعب شمال، شويه لعب بلاي ميكر، شويه لعب مهاجم، كل ده في عهد ياس تورب. نفس الكلام امام عاشور النهارده بيلعب 8 مش بيلعب 10، وادوار دفاعيه باينه جدا في طريقه لعب 4-4-2، مع ان الراجل ده كل ما تقرب من الجون كل ما هتبان خطورته وهتبان قيمته اكتر واكتر. حسين الشحات نزل لعب يمين، حسين الشحات قبل كده نزل لعب شمال، حسين الشحات نزل قبل كده لعب في البلاي ميكر، تريزيجيه نفس الكلام، طاهر محمد طاهر شويه مهاجم وشويه ناحيه اليمين وشويه ناحيه الشمال. اللعيبه نفسها مش عارفه مركزها فين، وده مضر جدا للمنظومه، وده يعمل عدم استقرار في الفرقه. جزء كبير جدا يا جماعه من توفيق اللعيب في الماتشات ان هو بيكون قبل الماتشات دي محضر نفسه ذهنيا في المواقف دي هيعمل ايه. انا لما اتحط في الحته دي وانا بلعب هاف يمين مثلا، اتحطيت في موقف زي ده هتصرف ازاي، جات لي الكره في الحته الفلانيه انا هستلمها ازاي، او انا هتعامل معاها ازاي، او هربط مع زمايلي هنا ازاي، او هتحرك ازاي في العمق واسرق المدافعين. لما يكون انا النهارده انا مش عارف انا هلعب فين، دي مصيبه، مشكله. انت النهارده عشان تقف تجمع جمله تكتيكيه واحده لعيبه النادي الاهلي، يا لهوي مفيش، والله العظيم مصيبه، كارثه يا جدعان. انا لما بقعد اجيب قناه الاهلي واجيب اي ماتش، قناه تبقى عرض اي ماتش قديم من 10 سنين ولا من حاجه، واجي اتفرج على الكوره بلاقي كوره، بلاقي ان احنا ايه ده احنا كان عندنا لعيبه جامده قوي كده يا جدعان، احنا كان عندنا كوره حلوه قوي كده. هو كان في مدربين جامدين كده وبيعملوا جمل كده وبيخلوا اللعيبه تتحرك كده ويربطوا مع بعض كده، وجمل بين عماد متعب وابو تريكه وفلافيو وتفويتات وحركات والاوفرلاب فين الكلام ده دلوقتي؟ هل هم كانوا خارقين؟ لا، هم مش خارقين، ولكن مفيش مدربين يا جدعان، ده شغل مدرب الكلام ده. هل اللعيبه اللي موجوده دي ما عندهاش امكانيات؟ عندها امكانيات. وارجع اقول لك لو مسكت كل لعيب وبصيت لامكانياته الفرديه هتلاقي امكانياته الفرديه كويسه جدا، وهتلاقي سكواد النادي الاهلي تقيل جدا. يمكن يعيبوا شويه تقدم بعض اللعيبه في السن، وده مأثر نسبيا على المردود وسرعه اللعيبه ورشاقتهم في الملعب. انا النهارده لما بقابل كل فرق الدوري كلهم بيلعبوا زون ديفنس وبيلعبوا 5 مدافعين ويرصوا 5 بعديهم، وانا مطالب ان انا كل ده في تلت ملعب، وانا مطالب مني ان انا اسجل في الجدارات الحصينه دي. لازم يكون عندي رشاقه للعيبه اللي قدام وخفه في التحرك. فلما معدل الاعمار يكون عالي كده، مفيش تريزيجيه عشان يعدل الشاسيه بتاعه دلوقتي ما عايز فدانين يجري فيهم. محتاجين في ال4 ماتشات دول بس نكمل النموذج المثالي في تشجيع الفرقه النهارده. الحقيقه جمهور الاهلي ما بخلش والله خالص على اللعيبه، حتى اللعيبه دي ما تستحقش، او المنظر اللي احنا شايفينه ده ما يستحقش خالص ان هو يتشجع، ولكن الجمهور ما قصرش. محتاجين ان احنا نستمر في دعم الفرقه دي، محتاجين اللعيبه دي تاخد ثقه. لازم نفرح النهارده، بال3 بونت حتى وان كان بهذا الشكل. لازم نفرح عشان اللي جاي، لازم اللعيبه دي تاخد ثقه. لازم اللي بنشوفه في السوشيال ميديا من تجريح، اللعيبه شايفه كل الكلام ده يا جماعه،
وده يفقد اللعيبه ثقتها في توقيت حساس جدا في السيزون. نقطه صغيره كمان عايز اتكلم عن محمد علي بن رمضان. محمد علي بن رمضان ليه ما بياخدش وقت يا جماعه وبياخد فرصه؟ الراجل نزل عمل دوشه في الملعب. الراجل ده من اللعيبه اللي عندها ابتكار في الملعب، يعني يقدر يعمل حاجه مش متوقعه، وده نادرا لما بنلاقيه من لعيبه الاهلي دلوقتي. الراجل ده محتاج ياخد فرصه اكبر. الراجل ده اتظلم جدا في الاهلي، ده اللعيب الوحيد تقريبا في الخط الامامي للنادي الاهلي اللي اتظلم، والراجل ده احنا قعدنا سنين بنحفي عشان نجيبه. انا اسف في الكلمه، كانت صفقه العمر، والصفقه دي ما خدتش حجمها عشان البروباجندا اللي كانت على صفقه زيزو وامام عاشور وبن شرقي. الراجل ده ما خدش حقه جامد. الراجل ده محتاج ان جمهور الاهلي يقف وراه ويشجعه وياخد ثقه، وهتشوف الراجل ده يعمل ايه يا جدعان. ده الاحق دلوقتي ان هو يلعب وياخد ثقه. محمد طاهر مركزه مهاجم. مروان عثمان ومحمد شريف. محمد شريف، انت في كوره لمحمد شريف اللي عملها، اللي كان بيحاول يعملها باكورد والكوره خبطت في دماغه. ايه ده؟ ايه يا محمد شريف ده؟ ايه ده يا محمد يا شريف؟ انت وصلت للمرحله دي؟ يا نهار اسود ونايل. ومروان عثمان تحس ان هو مش موجود في الدنيا. قله خبره وقله قله احساس بالمركز. تحركات ضايعه، مفيش تحركات خالص، مفيش خبره خالص في التحركات، مفيش استلام ومحطه، مفيش مهاجم، مفيش اي حاجه يا مروان. مش نافع خالص. ارجع يا ابني تاني شادو سترايكر يمين او شمال، اما ارجع سيراميكا عشان تلاقي نفسك. مش فاهم. وما شاء الله مهاجمنا الثالث كاموش، اللي هو الراجل القوي بدنيا الطويل اللي ممكن يلعب بدماغه، مديرنا الفني الجميل بيخرجه في الماتشات. طب انت يا راجل يا مدير فني يا محترم، انت عارف انك بتقابل فرق الدوري وكلهم بيرصوا الاتوبيس وبيرجعوا اللعيبه بتاعتهم ويقابلوا من ورا ويعملوا زون وتلت دفاعي، وعارف ان انت بتقابل صعوبات في اختراق الدفاع ده، وفي اوقات كتير بنفضل لحد اخر 10 دقايق و5 دقايق في الماتش زي النهارده كده ونكون محتاجين جول عشان نكسب. فالراجل ده بيكون مهم جدا كورقه، مش موجود زيها من ناحيه الهيد والقوه والطول. فانت ممكن تحتاجه في وقت زي ده، وقت زي الاخر 5 دقايق ده انت كنت محتاج واحد زي كاموتش، عشان لما بتعلق في منطقه الجزاء الكوره تلاقي واحد قوي يطلع يخبط ويعملها اي حاجه في اي حاجه. ولكن حتى دي كمان ما استفدناش منه بحاجه، وحتى دي كمان الراجل يستر ما حطهاش في دماغه. الاهلي هيستنى خدمه يقدمها له الزمالك وبيراميدز لما يكون هو باي الجوله الجايه، واعتقد ان الخدمه دي ما تجيش الا بالتعادل او خساره الزمالك. اما ان الزمالك يكسب فدي هتكون اسوأ نتيجه للنادي الاهلي من ماتش الزمالك وبيراميدز. واخيرا حتى لو الاهلي خد الدوري، وده صعب جدا، مش صعب بس في ظل الاداء اللي احنا فيه وحاله المنظومه دلوقتي، فالنادي الاهلي محتاج يغير المدرب ايا كان النتيجه في نهايه الدوري.